هنجيب 3 من صفار البيض، هننزل عليه بربع كوباية من السكر، معلقة صغيرة من الفانيليا، معلقة صغيرة من النشا، ونقلبهم كويس قوي لحد ما الخليط يفتح بالشكل ده. وبعد كده عندي علبة صغيرة من كريمة الخفق للحلويات، يعني بما يعادل كوباية، هسخنها كويس قوي وانزل عليها كده حبة حبة لحد ما اخلصها كلها. بعد كده بحطهم على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب لحد ما الخليط يتقل معايا. وبديل كريمة الخفق كوباية من اللبن السخن عليه معلقة صغيرة من الزبدة، هسيبه بقى يبرد خالص لحد ما اجهز باقي الخطوات. هاجيب بقى الكوبايه بتاعتي وهنزل بقطع كده من الفراوله وعليها اي نوع بديل للنوتيلا، انا استخدمت بتاع ساليسو كري حلوه جدا. وبعد كده بتحطوا بقى اي كيك شوكولاته او تستخدموا تودو براونيز زي ما انا عملت، بس قطعتها صغير قوي. وهنعيد الطبقات تاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس هسيب ربع الكوبايه علشان انزل بقى بالكريم بورليه اللي انا جهزته في اول الفيديو. هو بارد خالص بس بقلبه كويس كده علشان يبقى كريمي اكتر. وبعد كده بغطي جوانب الكوبايه بالفويل بالشكل ده، وهحط على الوش شويه كده من السكر الابيض واكرمله بقى. وانا طبعا غطيت جوانب الكوبايه بالفويل علشان الكوبايه ما تسحش وتتاثر بالنار. وبس كده بقى جاهز عندكم احلى طبقات ممكن تاكلوها مع بعض، فراوله وشوكولاته وبراونيز وكمان كريم بورليه. والسكر بقى اللي من فوق ده كان مقرمش وخطير، اسمعوا بقى الصوت. بجد يا جماعة الكوباية دي خطيرة، طعمها حلو جدا. انا بصراحة جربتها في كافيه مشهور جدا وكانت غالية، وقلت لازم اعملها في البيت. الاحسن طبعا تسيبوه يسقع شوية، بس انا ما استنيتش وكلته وكان حلو جدا. لو انتوا عارفين اسم الكافيه اللي بيعملها ومشهور بيها اكتبولي في الكومنتات، ومستنياكم تجربوه وتقولي رأيكم فيه.